كتبدا القصه ديالنا في واحد الحديقه الحيوانات كتواجد في الهند. هاد الحديقه المساحه ديالها كبيره بزاف وكيعيشوا فيها حيوانات مختلفه مجموعين من مختلف انحاء العالم، والملكيه ديالها في الاسم ديال رجل اعمال هندي سميتو باتل، وعنده ولد صغير سميتو باسين. والمشكله في هاد السميه حيت كتعني باللغه الهنديه الغطاء ديال الطواليط حاشاكم. وفي كل مره باسين كيمشي للمدرسه التلاميذ كيشبعوا ضحك عليه، وحتى المعلمين ديالو ملي كيوصلوا للسميه ديالو كتشدهم الضحكه. باسين واخا ولد صغير ما عجبوش الحال وما بقاش قادر يصبر على هاد التنمر، ولا ملي كيمشي للمدرسه كينوض حدا السبوره وكيقول لهم باللي الاسم ديالو تبدل من هاد الساعه هادي وما بقاش الاسم ديالو باسين، والاسم ديالو الجديد هو باي. واي واحد ولا جبد هاد السميه غادي يشد ويخشي وجهه في التقبه ديال الطواليط. ومن داك النهار باي دار لراسو الهيبه، والدراري كلهم ولاو كيبغيوه وكيحترموه. وماما ديما كانت كتعاود له قصص على الديانه البوذيه، ولكن هو قلبه كان مايل ديال الاسلام، وكان كيتعلم الصلاه وكيواظب عليها. واحد النهار باي دا مع خوه مشاو يشوفوا النمر اللي عندهم في الحديقه، وقفوا حدا الباب ديال النمر والنمر جاي للاتجاه ديالهم. خوه شاف النمر جاي وهرب ورجع للور، وباي حيت صغير وما كيعرفش الخوف بقى واقف وكيحاول يوكل النمر بيديه، والنمر جاي باش ياكل اليد ديال الولد. جا باباه في اللحظه الاخيره شد باي ورجعوا للور. باي بقى مستغرب علاش باباه دار هكا، وباباه باش يفهمو جاب واحد المعزه وربطها في الباب ديال القفز وقال له شوف مزيان باش تفهم. ملي النمر شاف المعزه هجم عليها وجرها لداخل باش ياكلها. وباي ملي شاف هاد الديكور تغيرات النظره ديالو وفهم كلشي. ملي باي كبر شويه الوالده ديالو سجلته في مدرسه ديال الرقص حيت كانت باغيه يتعلم الموسيقى. وباي مسكين كان في سن المراهقه وعجباته واحد البنت في المدرسه والاسم ديالها هو اناديب، ولا مسكين نهار وما طال تابعها وحاضيها. وواحد النهار البنت عاقت به وقالت له اجي انت علاش تابعني، والسيد باقي دمدومه وكيحشم وبقى مسكين غير كيدور في عينيه. وموراها ولاو صحاب وداها معاه للحديقه ديالهم باش يعرفها على الحيوان المفضل ديالو النمر ريتشارد. وواحد النهار العائله جالسين كيتغداو وباباه قال لهم باللي غادي يهاجروا من الهند، غادي يمشيو لكندا يعيشوا تما ديما، والحيوانات غادي يديوهم معاهم باش تما يقدر يبيعهم بثمن غالي بزاف. باي موراها مشى عند البنت اللي كيعرف باش يودعها حيت عرف باللي ما غاديش يولي يشوفها مره اخرى. والنهار الثاني ركبوا في السفينه هو وعائلته باش يمشيو لكندا، وهما في الطريق جات واحد العاصفه قويه في طريقهم، الشتا والرعد والريح قويه بزاف. باي كان ناعس في بيته، وملي فيقوا الصوت ديال الشتا طلع لفوق السفينه باش يتمتع بالمنظر ديال الشتا، وما داش بزاف ديال الوقت سمع جهاز الانذار والماء عمر الوسط ديال السفينه. وتما تفكر عائلته بغى يهبط لعندهم باش يعاونهم ما قدرش، والطاقم اللي تما هزوه ولاحوه في المركب ديال الانقاذ. وقبل ما يبعد المركب اللي كان فيه حمار الوحش تلاح من السفينه ودخل معاه في المركب الصغير. وباي راكب شاف النمر ريتشارد كيعوم في الماء وباغي يطلع لعنده المركب ديالو، والدري بقى كيدفعو بالمجداف حيت عارف الا طلع النمر غادي ياكلو. وفي الاخير النمر قدر يطلع للمركب الانقاذ، وملي باي شاف النمر طلع هو في الماء باش النمر ما يأذيش. وباي ملي كان تحت الماء شاف السفينه اللي فيها عائلته كتغرق حدا عينيه. موراها جات واحد الموجه كبيره ضربت المركب ديال الانقاذ، وباي قال مع راسو اكيد الموجه غادي تكون طيحات النمر من المركب، ورجع طلع هو للدار ديال المركب. والليله كامله باي مسكين كيبكي وكيعيط على عائلته وكيتمنى يكون شي واحد منهم عايش ويكون تلاح من السفينه قبل ما تغرق. ملي صباح الصباح باي لقى الحمار الوحشي معاه في المركب، ولقى المركب اللي فيه عامر بالماء ويقدر يغرق في اي وقت. وداك الشيء علاش خاصو يبدا يخوي الماء اللي كاين في المركب. وهو خدام كيخوي في الماء خرج له واحد الضبع من تحت بدا كيهجم عليه، وملي ما لقى كيفاش يوصل له رجع تخبى لتحت. وباي دور عينه كيلقى واحد القرد وسط البحر، وصل لعنده ومدلو المجداف وقدر القرد يطلع للمركب. وفي الليل الضبع جاه الجوع هجم على الحمار الوحشي وقتلو. وباي كيشوف هذا المنظر وعرف باللي هو في خطر حقيقي، وصنع واحد العوامه باش يعوم بها في حاله الا بغى الضبع يهجم عليه. والضبع موراها هجم على القرد دافع على راسه وضرب الضبع طيحه، ولكن الضبع خطير ولا هجم على القرد وقتلو. وباي كيتفرج في هذا الشيء كامل، وشويه النمر خرج من تحت الغطاء وتلاح على الضبع قتلو. ملي سال منه رجع عند باي باش يهجم عليه. باي لاح العوامه بالزربه وتلاح فيها باش ما يقدرش النمر يوصل لعنده. وملي بردات القضيه باي رجع للمركب وخدا الماكله والشراب اللي غادي يحتاج، ولقى بزاف ديال الفيران في القاع ديال المركب. وفي ديك اللحظه النمر خرج وبغى يهجم عليه، وعنده الزهر الباش اللي فوق المركب كيزلق، والنمر ما قدرش يوصل لعنده. باي باش يلاهي النمر لاح له فار كان شادو في يده ورجع للعوامه اللي صايب. والليله كامله وباي جالس فوق العوامه والبرد بحال السم، باي قريب يموت بالبرد. والنمر جاه الجوع وكيتسنى غير يطلع لعند باش
ياكلوا. والنهار اللي موراه بقى كيقرب شويه بشويه للمركب وهز الباش باش يطلل، لقى النمر متكي لتحت وكيشوف فيه. وباي ولا الهم ديالو كيفاش يعرف يتعامل مع النمر باش يقدر يتصاحب معاه ويطلع للمركب. ولقى واحد الكتيب ديال النجاة اللي كيوريه كيفاش يبقى عايش وسط البحر، واهم معلومه لقاها هي ما يشربش من الماء ديال البحر وخا يموت بالعطش. وباي تشجع وبدا كيصفر على النمر باش يفرض شخصيته عليه. والنمر قال له مع من طحتي يا حنيني. وموراها باي بغى يجرب يقرب من النمر، جاب له واحد السطل ديال الماء باش يشرب، لكن النمر كان جيعان وما بغاش يشرب. والنمر بقوه الجوع اللي فيه شاف واحد الحوته وتلاح عليها. باي شاف النمر في الماء استغل الفرصه وطلع للمركب. والنمر ملي عيا ورجع باش يطلع للمركب، باي بقى كيتسناه بشاقور باش يسالي معاه، وغير شاف له في عينه بقى فيه. موراها باي جمع الخشب كامل اللي في المركب وصنع واحد المركب صغير وخلى المركب الكبير للنمر. واكثر من هذا الشيء باي كيحاول يصيد الحوت باش يوكل النمر. وواحد اللحظه جاي في اتجاههم سرب كبير من الاسماك، والنمر بقى كيجري على باي باش ياكل الاسماك بوحدو. تما فين باي تحدى النمر وقرر يواجهه، وبدا كيحاول يتعلم يروض النمر. وفي كل مره النمر كيسمع الهضره باي كان كيعطيه واحد الحوته. والنهار الثاني جات واحد العاصفه قويه بزاف، تمحنوا بزاف حتى دازت هاد العاصفه وموراها بقاو متكين وكيرتاحوا. وباي وريتشارد فقدوا القوه ديالهم وما بقاوش قادرين يتحركوا. نعسو ملي فاق باي لقى بلي وصل لواحد الجزيره ونزل بالزربه، ومن الحراره ديال الجوع اللي فيه بقى كياكل من النباتات اللي لقى تما. وملي تمشى في الجزيره كيشوف باللي كاينين بزاف ديال الحيوانات صغيره، هاد الحيوانات مسالمه وبداو كيلعبوا حداه وباينه باللي فرحانين به. وباي ملي زاد واحد شويه لقى واحد البحيره وفيها الماء الحلو، تلاح فيها وبدا كيعوم وكيغسل الملح اللي في الجسم ديالو وكيشرب الماء بزاف. النمر بقوه الجوع غير كيشد في هذوك الحيوانات وكيبلع. وباي بقوه العيا اللي فيه فكر انه يعيش شويه في هذه الجزيره حتى يشوف شنو غادي يدير من بعد. باي صنع واحد السرير معلق بالاغصان ديال النباتات باش ينعس ويرتاح عليه. وفي نص الليل باي ملي شاف لتحت لقى الاسماك اللي في البحيره كلها ميته، بقى غير مصدوم وما فهم والو. ملي بقى كيكتشف شنو السبب ديال هذا الشيء لقى واحد الورده وسط منها سنه ديال بنادم، وعاد عرف باللي هاد النباتات كتاكل لحم ديال البشر، وتاكد باللي الا زاد هنا غير نهار ما غاديش يبقى عايش. والنهار اللي موراه باي خدا الماكله اللي غادي يحتاج معاه وصيد بزاف ديال الحيوانات اللي غادي يغدي بها النمر ديالو، وقرر يمشي من هذه الجزيره. موراها دوز 7 ايام وسط البحر، وفي الاخير قدر يوصل لواحد الشاطئ في المكسيك. ملي خرج من المركب تمد في الارض وما بقاش قادر يتحرك، ونعس مسكين من قوه العيا اللي فيه. ريتشار ملي نزل مشى نيشان اتجاه الغابه وسمح في باي بلا ما حتى يشوف فيه ولا يودعو. شي بحاره كانوا قرابين منه شافوه جاو كيجريو لعنده وهزوه. في ديك اللحظه باي كان حزين وكيبكي، وفي عوض ما يكون فرحان حيت ريتشارد ما عقلش عليه وخلاه من بعد داكشي اللي دوزوه هو وياه. ومن بعد ايام باي ارتاح وصحته ولات مزيانه، وجاو عنده جوج من المبعوثين الشركه اللي منظمه الرحله اللي كانوا فيها، وصدموه من اللي خبروه باللي هو الوحيد اللي بقى حي من هذيك السفينه، وماماه وباباه وخوه كلهم ماتوا. ملي سولوه شنو وقع معاه بدا كيعاود ليهم داكشي اللي عاشوا، ما تيقوش وقالوا له باللي هادشي ما كيدخلش للعقل، وكيسحب ليهم باللي باي كيدخل ويخرج في الهضره من قوه الوقت اللي دوز في البحر. وملي داز اكثر من 10 سنين جا عنده كاتب ديال الروايات باش يوثق القصه ديالو باش يعمل منها واحد القصه وينشرها. والكاتب جاتو البكيه من داكشي اللي سمع في هذه القصه، وفي الاخير قال له باي بلي اصعب مرحله داز عليه في هادشي كامل هي اللحظه اللي تخلى عليه النمر ونسى كل ما عمل معاه وخلاه ودخل الغابه. والفيلم ديالنا سالا هنا، وخوتي كنتمنى منكم كلكم تخليو كومونتير وديروا جيم باش تدعموني نستمر، واشتركوا معايا الا كنتم مازال ما مشتركينش، وتهلاو في راسكم حتى الفيلم الجاي.